السلام عليكم طلابنا حبايبنا طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي في الدرس الثاني من منهجنا للتاريخ اللي بنتكلم فيه عن الحملة الفرنسية على مصر. إيه بقى موضوع الحملة الفرنسية على مصر ده؟ دلوقتي إحنا وقفنا واتفقنا إن مصر أصبحت جزء من الدولة العثمانية، أصبحت ولاية من ولايات الدولة العثمانية. يعني اللي بيحكم مصر واللي مسؤول عن دفاع عن مصر دلوقتي هم العثمانيين. طيب العثمانيين دلوقتي هل هم هيقدروا يدافعوا عن مصر اصلا؟ يعني هل الدوله العثمانيه عندها القدره ان هي تحمي مصر وتدافع عن مصر ومحدش يجي ياخد مصر منها او حد يجي يحتل مصر في الفتره دي؟ قبل ما اقول لك هل عندها القدره ولا ما عندهاش، عايزين نرجع في رحله سريعه كده مع بعضينا لخطوه مهمه جدا في التاريخ بتاعنا من خلال القرن ال17. في آخر القرن ال17 بالتحديد حصلت حاجة في العالم اسمها التنافس الاستعماري. التنافس الايه؟ الاستعماري. ايه التنافس الاستعماري؟ التنافس الاستعماري دوت يعني اصبح عندنا دول قوية ودول ضعيفة. دول قوية ودول ايه؟ ضعيفة. الدول القوية ديت كلها بتتنافس مع بعضها زي ما بنقول كده في سباق مين يحتل اكتر عدد من الدول الضعيفة. يعني ايه؟ فرنسا، انجلترا، ايطاليا، المانيا، كل الدول اللي كانت قويه في الفتره دي بيتنافسوا مع بعض مين يكون معاه اكتر عدد من الدول الضعيفه اللي محتلها ومسيطر عليها. فده اللي احنا بنسميه ايه؟ التنافس الاستعماري. وده بدأ في اخر القرن ال17 وفضل مستمر معانا طول القرن ال18. كل الدول دي بتتسابق مين يستولى على دول اكتر ودول مهمه اكتر. طيب ايه اللي حصل؟ في نفس الوقت اللي بدأ فيه التنافس الاستعماري ضعفت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية يا شباب مش كلها سلبيات زي اللي احنا عمالين نتكلم عنها، لا، الدولة العثمانية كانت دولة قوية وكانت من يعني هي أقوى دولة من الدول اللي موجودة في أوروبا. كل دول أوروبا دي كانت أضعف من الدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية كانت بدأت تضعف. في نفس الوقت الدولة العثمانية بتضعف فيه الدول الثانية بدأت تبقى ايه؟ تبقى قوية. يبقى التنافس الاستعماري اتزامن كان في نفس الوقت اللي ضعفت فيه الدولة العثمانية. فطبعا طالما الدولة العثمانية ضعفت هتبدأ الدول الاستعمارية ديت ان هي تاخد اراضي الدولة العثمانية، تستولى على الاراضي بتاعت الدولة الايه؟ العثمانية. يعني الدولة العثمانية كانت كبيرة، ففرنسا تاخد حتة، انجلترا تاخد حتة، إيه ده ياخد شوية، اسبانيا، البرتغال تمايل على الدولة العثمانية تاخد منها جزء. فهنا اطماع الدول الاستعماريه بدات تيجي على الدوله الايه؟ العثمانيه. يبقى اذا في اواخر القرن ال17 والقرن ال18 بدا يحصل تنافس استعماري، خاصه اللي يهمنا احنا هنا في مصر ايه؟ انجلترا وفرنسا. في نفس الوقت اللي بدا فيه التنافس الاستعماري هو نفس الوقت اللي بدات تضعف فيه الدوله العثمانيه. فلما بدأت تضعف الدولة العثمانية بقت تبقى الدول الثانية تطمع في الأراضي بتاعت الدولة العثمانية، عايز تسيطر عليها وتستولي عليها هي كمان. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة عندنا إحنا في مصر. الدولة العثمانية ضعيفة، كلمتك عن حال مصر أصلا، حال ضعيف وحال زي ما بقولك منيل ب 60 نيلة. وعندنا حد هنا في مصر كان عايش في مصر اسمه القنصل الفرنسي. اسمه إيه؟ ركز معايا عشان ده مهم قوي وهو ده السبب في كل الأحداث اللي جاية. هو القنصل الفرنسي. عرفك الاول يعني ايه قنصل. قنصل دي اللي احنا دلوقتي بنسميها سفير. احنا بنسميها ايه؟ سفير. يعني انا مصر ببعت لفرنسا شخص اسمه سفير، زمان كان اسمه قنصل. ده بيعمل ايه؟ ايه الهدف منه او ايه الهدف من وجوده؟ ده اللي بيظبط العلاقات ما بيني وما بين فرنسا. يعني انا عايز مثلا ابعت لفرنسا حاجه، القنصل هو اللي بيبلغهم. هشتري من فرنسا حاجه، القنصل يقول لهم ويعرفهم. كل العلاقات السياسيه اللي بتكون ما بيننا بتتم من خلال القنصل ده او السفير اللي احنا بنسميه دلوقتي. فاحنا عندنا في مصر قنصل فرنسي. فالقنصل الفرنسي بتاع فرنسا في الفتره ديت كان شغال شغل المخبرين شويه، عامل نفسه يعني هو قنصل عايش في دور المخبر. عمل ايه؟ بعت تقارير لفرنسا بسوء الاوضاع في مصر. يبقى القنصل الفرنسي
بعت تقارير، بعت رسائل لفرنسا، بيبلغ فرنسا وبيبلغ الحكومة الفرنسية يا جماعة خلي بالكم إن الأوضاع في مصر سيئة جدا في كل المجالات. وبيشجع كمان فرنسا إن هي لو عايزة تحتل مصر ده أحسن وقت إن أنت تيجي تحتل مصر فيه. ده إيه؟ ده أحسن وقت تيجي علشان تحتل مصر فيه. يبقى اللي أوجه والسبب النور قطع ورجعنا تاني. كنا واقفين ان التقارير كلها رايحه من القنصل الفرنسي على الحكومه الفرنسيه في الفتره ديت، وبيشجعهم ان ده انسب وقت ان هم يجوا يحتلوا فيه مصر. طيب نابليون، وده شخص هيظهر معانا بقى جديد في الاحداث بتاعتنا، ونركز مع نابليون لان هو مطول معانا شويه في الاحداث. نابليون هيطول معانا في الاحداث ازاي؟ لان يا شباب الحكومه الفرنسيه ما هتصدق تشوف القرار بتاع القنصل الفرنسي والتقارير بتاعت القنصل الفرنسي. وهيبداوا يعملوا ايه؟ هيبداوا ان هم يجهزوا حمله عسكريه على مصر بقياده شخص اسمه نابليون بونابرت. اهو نكتب اسمه، هو نابليون بونابرت. اسمه ايه؟ نابليون بونابرت. نابليون بونابرت هو هيكون قائد الحمله الفرنسيه اللي جايه على مصر. يبقى اذا كده هل كانت التقارير بتاعت القنصل الفرنسي ليها لازمه؟ فعلا ليها لازمه، لان هي اللي شجعت الحمله الفرنسيه ان هي تاخد الخطوه وتجهز حمله ان هي تيجي بيها على مصر وتحتل مصر. طيب ليه بقى؟ يعني انا دلوقتي عايز اسالك ليه نابليون هيجي بحمله على مصر؟ وليه فرنسا بشكل عام هتبعت حمله على مصر؟ هنا اخدك خطوتين لورا لايام المماليك وايام اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان الدول الاوروبيه كانت عايزه تامن طريق الاتصال بتاعها مع مين؟ مع الهند. طريق الاتصال بتاعها مع الهند ده بيعدي فين؟ بيعدي بمصر. فهم علشان يشوفوا طريق تاني بدأوا يفكروا في الدوران حول افريقيا في طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى احنا عندنا دول عايزه تامن طريق اتصال انجلترا بتاعتها بالهند. مين الدولة اللي موجودة في النص اللي ماسكة طريق المواصلات ده كله؟ هي مصر. فاللي هيسيطر على مصر هو ده اللي هيكون مسيطر على طريق التجارة بتاعت كل الدول الأوروبية مع الهند. يبقى إذن إحنا عندنا خطوة أساسية ونقطة أساسية هي هتكون الدافع لاحتلال مصر سواء دلوقتي أو سواء بعد كده لما هنتكلم. طب أول حاجة في الصراع الاستعماري اللي حصل ما بين فرنسا وانجلترا، انجلترا كانت متفوقه. انجلترا كانت هي اللي متفوقه بدرجه كبيره في الصراع ده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لما تيجي تشوف ان انجلترا بقى معاها عدد اكبر من المستعمرات، وكمان كان في شويه مستعمرات فرنسا مسيطره عليهم خسرتهم. يعني انجلترا بتكسب وفرنسا عماله بتخسر. ففرنسا عايزه تعوض الخساره بتاعتها دي. فتعوض ازاي؟ عن طريق ان هي تستولى على مصر. يبقى اول حاجه السبب اللي هيخلي فرنسا تيجي على مصر رقم واحد ان فرنسا عايزه ايه؟ تأمن الاتصال مع مستعمراتها في الهند. يبقى بهدف تأمين اتصال فرنسا في الهند وتأمن الاتصال بتاعها في الهند، وتحاول ان هي تحصل باي طريقه للهند ان هي يبقى ليها طريق سريع ويبقى ليها طريق منتظم جوه الهند. وبعد ما تأمن طريق مستعمراتها في الهند هتعوض اللي فقدته من مستعمرات في الشرق بان هي تعمل مستعمرات جديده يكون مركزها مصر. يكون مركزها فين؟ يكون مركزها في مصر. يعني اذا لحد دلوقتي احنا عندنا هدفين. يعني ما نيجي نسال فرنسا، يا فرنسا انت ليه جايه على مصر؟ عايز تحتلي مصر؟ هتقول لك اول حاجه انا عايز أأمن طريق الاتصال بتاعي وطريق المستعمرات بتاعتي في الهند. طب يا فرنسا ايه السبب الثاني اللي هيخليكي تحتلي مصر؟ هتقول لك السبب الثاني بتاعي ان انا عايز اعوض فقدان المستعمرات بتاعتي. المستعمرات بتاعتي اللي خسرته في الشرق عايز اعوض الخساره ديت بان انا اعمل مستعمرات كتيره جديده في الشرق يكون مركزها مصر. يعني انا عايز احول مصر المركز
اتحرك منه واعمل منه مستعمرات تانية واعمل منه فتوحات وتوسعات تانية. يبقى طريق كده، طريق اتصال انجلترا، مستعمرات جديده تبقى مركزها فين؟ تبقى مركزها مصر. وكمان عايزه ايه؟ ركز بقى، يعني هي مش جايه تامن طريقها لا، ده عايزه تقطع طريق اتصال بريطانيا في الهند. يعني انت فاهم كده فرنسا عايز تعمل ايه؟ عايزه تامن طريق اتصالها هي كفرنسا وتقطع طريق اتصال انجلترا. يعني شوف التنافس الاستعماري واصل لدرجه ايه؟ يعني انا مش عايز انا اكسب بس، لا ده انا هكسب وهخسر اللي قدامي اللي هو بيتنافس معاه. فاذا يبقى التنافس الاستعماري ما بين فرنسا وانجلترا بيوصل ان فرنسا خلاص تبعت على مصر حمله فرنسيه. طب ايه الاسباب؟ فرنسا عايزه تامن طريق الاتصال مع مستعمراتها في الهند وتعوض المستعمرات اللي خسرتها عن طريق ان هي تبني مستعمرات جديده في الشرق يكون مركزها مصر. مش بس كده، ده عايزه تقطع طريق اتصال بريطانيا اللي هي انجلترا بكل المستعمرات بتاعتها اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الهند. طب اتفقنا ان انا قلت لك خلاص الحمله هتيجي بقياده مين؟ بقياده نابليون بونابرت. نابليون بونابرت بدا فعلا ان هو يجهز الجيش. بس الحمله دي ما كانتش حمله عسكريه بس يا جماعه. يعني ايه حمله عسكريه؟ حمله عسكريه دي معناها ان انا جايب جيش بس مقرر ان انا هحتل الدوله دي وهسيطر عليها. مش هعمل في الدوله اي حاجه، مش هحاول ان انا اعمل اصلاحات، مش هحاول ان انا اطور حاجه ازود حاجه، لا، انا جايب حمله عسكريه يعني هحتل الدوله دي فقط. لكن الحمله الفرنسيه ما كانتش حمله عسكريه بس. ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان نابليون وهو بيجهز الحمله جهز الجيش. طيب لو هي حمله عسكريه بس كان هيجهز الجيش ويجي على هنا. لكن لو هي مش عسكريه بس هنلاقي ان هو جهز الجيش وجاب معاه مجموعه من العلماء في كل العلوم والفنون وكل حاجه كانت موجوده في الفتره دي. وغير المجموعه من العلماء ده جاب معاه كمان مطبعتين، مطبعه فرنسيه ومطبعه باللغه العربيه. مطبعتين ان هم بيطبعوا ورق علشان يجيب الحاجات دي ويوزع منشورات على الاهالي. ويوزع ايه؟ منشورات على الاهالي. طيب هقول لك الحته دي واقول لك ايه حوار المنشورات ده. يبقى اذا كده اما اجي اقول لك نابليون جهز الحمله ازاي، هل هو جهزها ان هي تكون حمله عسكريه بس؟ لا، ده مش هتكون حمله عسكريه بس، ده هيجيب معاه مجموعه من العلماء في مختلف العلوم ومختلف الفنون ومختلف المجالات. وهيجيب كمان معاه مطبعتين، المطابع اللي بتطبع الورق، مطبعه باللغه العربيه ومطبعه باللغه الفرنسيه. طب ايه الهدف من مجابه المطابع دي؟ الهدف من المطابع ان هو بيطبع المنشورات ويوزعها على الاهالي. يبقى جهز الجيش وجهز مع الجيش مجموعه من العلماء ومطبعتين علشان يوزع المنشورات. طيب ايه بقى قصه المنشورات دي؟ نابليون قبل ما يجي على مصر بعت منشورات، منشورات دي اللي هو ورق مطبوع بيوزعه على المصريين، المصريين بيقروه. فراح طبع شويه منشورات وشويه ورق كده وراح باعتهم على فين؟ على مصر قبل ما يجي. طيب كاتب ايه للمصريين؟ ايه الرساله اللي نابليون عايز يوجهها للمصريين؟ كتب للمصريين ان هو مش جاي يحتلهم، يعني هدفه من الحمله دي مش احتلال، ده هو جاي يخلصهم من ظلم المماليك. المماليك اللي ظلموكم وعاملين عليكم فرايق ضرائب وفارضين عليكم حاجات، ملتزمين والتجاره بايظه والصناعه. لا، انا جاي اخلصكم من ظلم المماليك. فهو مفكر ان هو لما يقول كده للمصريين، المصريين هيحبوه يرحبوا بيه. لكن طبعا الكلام ده ما حصلش. يبقى الهدف من المطابع ان هو هيوزع المنشورات على مين؟ هيوزع المنشورات على المصريين، مطبعه باللغه العربيه ومطبعه باللغه الفرنسيه. طب نابليون بعد ما جهز كل دوت هيتحرك ازاي؟ جهز الجيش وجهز المطابع وجهز العلماء وجهز كل حاجه، وفعلا خرج من فرنسا، بدأ يتحرك من فرنسا. لكن هو اتحرك سر، اتحرك في الايه؟ السر. يبقى نابليون اتحرك في السر من ميناء طولون. ميناء طولون ده موجود فين؟ ميناء طولون ده ميناء موجود في فرنسا. يعني الجيوش طلعت على السفن والسفن بدأت تتحرك من فرنسا. لحد دلوقتي احنا كجيوش مش عارفين احنا رايحين فين. يعني نابليون اتحرك سرا من ميناء طولون. لما اتحرك في السر من ميناء طولون
في وسط الطريق وهو جاي اصدر الاوامر ان احنا هنتحرك يا جماعه على مصر. نتحرك على فين؟ على مصر. يبقى نابليون اتحرك في السر من ميناء طولون واصدر الاوامر وهو في الطريق ان الحمله كلها هتتجه على فين؟ هتتجه على مصر. يعني ما حدش من الناس اللي كان جاي تبع الحمله ديت عارفين ان احنا رايحين على مصر. يبقى اذا كده بدانا نقول ان الخطوه الثانيه ان نابليون جهز الجيش وجاب معاه مجموعه من العلماء. طيب يبقى قول لي كده، اول خطوه لاعداد الحمله، يبقى خطوات نابليون في اعداد الحمله هو تجهيز الجيش. الجيش طبعا حاجه اساسيه. تاني حاجه ان هو احضر معاه مجموعه من العلماء في مختلف العلوم، في كل المجالات بتاعت العلوم وفي كل حاجه. وكمان قلت لك احضر معاه ايه؟ مطبعتين، واحده عربيه وواحده الثانيه فرنسيه. ليه؟ بهدف طباعه المنشورات وتوزيعها على المصريين. فالخطوه اللي بعد كده هيبدا يتحرك نابليون. اتحرك منين؟ من فرنسا. منين في فرنسا؟ من ميناء طولون. قلت لك اتحرك ايه؟ سرا. يعني ابحر نابليون من فرنسا في السر، ثم بعد كده بيوجه الاوامر بتاعته للجيوش بتاعته ان هم هيتجهوا على فين؟ هيتجهوا على مصر. ثم بعد كده توجهوا على مصر. اول منطقه هيوصلوا لها في مصر هي هتكون فين؟ هيوصلوا على مدينه الاسكندريه. وصلوا على مدينه الايه؟ الاسكندريه. هم كده يبقى انت فهمت ان هم جايين من البحر المتوسط، وميناء طولون دوت موجود في البحر المتوسط. فاذا احنا هنا بنتكلم عن حمله جايه من اوروبا تحتل مصر عن طريق البحر المتوسط. فاول مدينه هتوصل لها الحمله هي مدينه الاسكندريه. مدينه الايه؟ الاسكندريه. طب انا دلوقتي راجل مكلف وطابع منشورات وقلت للمصريين ده انا جاي اخلصكم من الظلم وجاي اعيشكم حياه حلوه وجاي الدنيا تمام والحياه ورديه. الناس المصريين بقى صدقوا الكلام بتاعي ده؟ يعني هل نابليون لما بعت المنشورات هل المصريين صدقوه؟ هقول لك الكلام طبعا ما حصلش. الكلام طبعا ما حصلش. ونابليون اول لما رجليه هتخطي مصر هيلاقي مقاومه شديده جدا من اهالي الاسكندريه. يبقى اول خطوه عندنا واول مشكله تحصل لنابليون في مصر هي مقاومه اهالي الاسكندريه. مقاومه ايه؟ اهالي الاسكندريه. ليه بقول لك اول مشكله؟ لان يا شباب مشاكل نابليون في مصر مش هتخلص. حياه نابليون في مصر اصلا هتبقى عباره عن مشاكل. الراجل هيفوق من مشكله يخش في الثانيه، من مشكله في الثانيه، من مشكله في الثانيه، يعني مش هيشوف يوم عدل في مصر لحد لما هيمشي. عشان كده الحمله الفرنسيه مش هتقعد كتير. فاول مشكله واول حاجه يتعرض لها الحمله الفرنسيه في مصر هي مقاومه اهالي الاسكندريه. طب ازاي بقول لك اهالي يا جماعه؟ ده الدوله العثمانيه هي اللي بتحكم الدوله، والمماليك هو شيخ البلد وهو اللي مسؤول عن البلد. طب فين الوالي وفين شيخ البلد المملوكي؟ فين الوالي العثماني وشيخ البلد بتاع المماليك؟ الناس دي فين؟ مش المفروض اللي مسؤول عن الدوله واللي بيحمي الدوله هي الدوله العثمانيه؟ والدوله العثمانيه معينه المماليك هم اللي يحكموا البلد؟ فين الناس دي؟ قالك ان الناس دي اصلا كانت نايمه في ميه البطيخ. يعني لما جه نابليون وقاوموا اهالي الاسكندريه لحد لما سيطر على الاسكندريه ما كانش لسه المماليك وصلوا. ما كانش لسه المماليك ايه؟ وصلوا. يعني كانوا لسه فايقين صاحيين من النوم. فاذا وصل نابليون ووجد مقاومه شديده جدا من اهالي الاسكندريه. طب مين اللي بيقاوم؟ مين اللي متزعم المقاومه واللي مسؤول عن مقاومه الفرنسيين ومحاربه الفرنسيين؟ ده كان حاكم المدينه، يعني حاكم مدينه الاسكندريه كان اسمه السيد محمد كريم. السيد ايه؟ محمد كريم، مش كريم، محمد ايه؟ كريم. طيب يبقى اول مقاومه هيلاقيها نابليون في مصر هي مقاومه اهالي الاسكندريه، وهتبقى مقاومه شديده جدا ومقاومه شجاعه جدا. في اهالي الاسكندريه هيدافعوا من خلالها عن المدينه بتاعتهم اللي هي بنسميها مدينه الايه؟ القاهره. طيب مقاومه محمد كريم ومدينه هينجحوا ان هم يقفوا ضد حمله بعتها دوله وجيش جاي من دوله كامله؟
فهنلاقي ان نتيجه المقاومه ديت يا شباب هي رقم واحد. اول حاجه طبعا فشل المقاومه بقياده السيد محمد قريب، وهو استيلاء نابليون على الاسكندريه. نابليون هياخد مدينه الايه؟ مدينه الاسكندريه. تاني حاجه هنقضي على المقاومه بتاعت السيد محمد قريم ديت، والقبض عليه كمان، هنقبضه على السيد محمد قريم وهيتم اعدامه رميا بالرصاص. اعدامه ايه؟ رميا بالرصاص. يعني الراجل حاكم المدينه ده هيقود المقاومه، لكن لما الفرنسيين هيقضوا على المقاومه بتاعته بعد ما يموتوا كل الناس ويموتوا كل الاهالي، هيقبضوا على الزعيم دوت وهيعدموه رميا بالرصاص، اللي هو مين؟ هو محمد قريب. يبقى خط سير الحمله وصلت لمصر، لقت مقاومه شديده جدا بقياده حاكم مدينه الاسكندريه اللي اسمه السيد محمد قريب، لكن نجحت الحمله ان هي تستولى على مدينه الاسكندريه وتقبض على السيد محمد قريب وتعدمه كمان رميا بالرصاص في شهر سبتمبر 1798. انا طبعا من الحته دي مش هسيبك فيها، انت فهمتها وعرفت القصه، هنغنيها مع بعضينا بقى عشان نحفظها. قول معايا بقى، يبقى ايه؟ الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية هي حملة عسكرية جاية تاخد مصر من الدولة العثمانية. أهداف الحملة هي بتعوض فرنسا مستعمراتها في الشرق وتقطع طريق بريطانيا في الهند. وبدأ نابليون في تجهيز الجيش، وكان معاه مجموعة من العلماء في مختلف العلوم، وجاب مطبعتين وكانوا باللغتين العربية والفرنسية، ووصلوا على مصر مدينة اسكندرية، وتحرك نابليون سرا من ميناء طولون ويوصلوا على مصر، وأول مدينة هي مدينة اسكندرية. مدينة اسكندرية، لكن أهالي اسكندرية ما كانوش ساكتين، قاموا على طول قوموا الفرنسيين بزعامة السيد محمد كريم، لكن الفرنسيين قضوا على المصريين وقتلوا كل الناس وأعدموا محمد كريم رميا بالرصاص. ده اللي حصل في الحملة كلها. لحد دلوقتي السؤال اللي موجود، السؤال اللي بنسأله لنفسنا، فين المماليك يا جدعان؟ يا جدعان فين المماليك يا جدعان؟ أقول لك أنا بقى. بدأ نابليون بعد ما خد اسكندرية يتحرك ناحية العاصمة، لأن هو لو جه واحتل عاصمة مصر اللي هي القاهرة يبقى هو كده يعتبر سيطر على مصر كلها. بدأ يجي ناحية القاهرة. هنا بقى المماليك يبدأوا إن هم يفوقوا شوية، فاقوا بقى من الغيبوبة اللي كانوا فيها دي. فتحرك جيش المماليك علشان يواجه الفرنسيين في منطقة شبرا خيط. منطقة إيه؟ شبرا خيط. يبقى في شبرا خيط الفرنسيين ضد المماليك. ماشي؟ انت دلوقتي عايز تعرف النتائج بتاعت المعركه دي، صح كده؟ انا هخليك تعرف نتائج المعركه من غير ما اقولها لك. هقول لك جيش المماليك عامل ازاي وجيش الفرنسيين كان عامل ازاي، وانت تتخيل ايه اللي حصل. اولا جيش الفرنسيين حمله عسكريه، جيوش كبيره مسلحه باسلحه كانت حديثه في الوقت ده. ايه هي الاسلحه الحديثه؟ مدافع، تمام، بنادق بتضرب رصاص من بعيد، ماشي، عربيات، اسلحه حديثه جدا في الفتره دي. مقابلهم الناحيه الثانيه جيش المماليك يا باشا جاي، كل واحد راكب حصان ماسك في ايده سيف، والجامد قوي ماسك لك قوس وايه وسهم. ده الخطر اللي مفيش منه. تخيل انت بقى واحد داخل عليك ببندقيه ودبابه ومدفع، والتاني داخل عليك راكب حصان وفي ايده سيف. ايه اللي هيحصل؟ اللي حصل اللي في دماغك هو اللي حصل. طبعا اتهزم المماليك هزيمه كانت فضيحه، يعني اتهزم المماليك هزيمه كبيره جدا. ولما انهزم المماليك هنا بقى ما يأسوش، رجعوا وربطوا عند امبابه. ربطوا عند امبابه ايه؟ يعني استعدوا تاني عشان يقاوموا مره تانيه في امبابه، عشان تحصل عندنا المعركه الثانيه اللي اسمها معركه امبابه. معركه ايه؟ معركه امبابه. برضو الفرنسيين ضد المماليك، بس هنا المماليك هيبداوا ان هم بقى ايه؟ يتحدوا شويه. مين؟ مراد بك وابراهيم
بيك. دول زعماء المماليك في الفتره دي، ودول اقوى اثنين من المماليك. اتجمعوا مع بعض وراحوا علشان يواجهوا الفرنسيين فين؟ في امبابه. المواجهه الاولى كانت في شبرخيت في البحيره، المواجهه الثانيه هتكون فين؟ في امبابه قريبه من القاهره. في معركه امبابه نفس الجيشين، مفيش اي جديد، ما هم اليومين اللي رجعوا فيهم من شبرخيت لامبابه اكيد طبعا ما لحقوش عملوا اسلحه حديثه ولا عملوا اي حاجه من الكلام ده. فاصبح احنا بنتكلم في نفس الطريق. برضه اتهزم المماليك. احنا هنا ايه؟ اتهزم المماليك ونابليون اتحرك ناحيه القاهره. هنا اتهزم المماليك ونابليون سيطر على القاهره. نابليون سيطر على ايه؟ على القاهره. راح مراد بك فر الى الصعيد. فر يعني هرب. هرب على الصعيد. وابراهيم بك وخد معاه الوالي العثماني اللي هو المفروض بيحكم الدوله، المفروض يدافع عنها. الاثنين مع بعضهم هربوا للشام. هربوا لفين؟ هربوا على الشام وسابوا مصر وفلسعوا. فاذا انت هنا بتتكلم عن ناس ما كانتش بتعتمد على مصالحها. مش دعوه بقى الدوله قويه ضعيفه، لان هم لو يهمهم الدوله قويه او ضعيفه اكيد كانوا حصنوها، كانوا عملوا اي استعدادات بحيث حتى نابليون هو هيسيطر على مصر وهيقضي عليهم، بس كان تعب شويه، مش بالسهوله دي يعني. فشفنا كده الاوضاع. فخلاص اصبحت مصر تحت سيطره فرنسا، والحمله الفرنسيه سيطرت على مصر. فايه هو السبب اللي هيخلي نابليون ينتصر على المماليك؟ قلنا بسبب اعتماد نابليون على الاسلحه والمعدات الحديثه. اعتمدت الحمله على الاسلحه والمعدات الايه؟ الحديثه. لكن المماليك انا شرحت لك وضعهم كان عامل ازاي. دخلت الحمله الفرنسيه يا باشا ايه؟ القاهره. ودخل نابليون بونابرت على القاهره. ورحنا شفنا عليه في الجامع الازهر هيبدا يعمل حاجه اسمها امان، هيدي العلماء والمشايخ والاهالي امان. امان يعني ايه؟ يعني عيشوا حياتكم عادي، انا مش هاذيكم، مش هحاربكم، مش هقتلكم، مش هعمل لكم اي حاجه. هو ده اللي بنسميه عهد بالامان. يعني انت بتديني امان، يعني ايه؟ خلاص انا استنجدت بيك وانت نويت ان انت هتحميني، خلاص انت كده مش تاذيني، مش تعمل لي اي حاجه. ده اللي نابليون عمله مع العلماء والمشايخ والاهالي المصريين في الازهر، وبلغهم والناس كلها عرفت خلاص ان نابليون يا جماعه ادانا عهد بالامان وما نخافش ايه؟ ما نخافش منه. ده طبعا الكلام ده مش هيحصل. في نفس اللحظه ركز معايا، في الوقت اللي نابليون سيطر فيه على الاسكندريه، انا قلت لك هو كان اتحرك سر من فرنسا صح؟ طب هو اتحرك سر ليه؟ خايف من ايه؟ مين اللي هو مش عايزه يعرف؟ نابليون مش عايز بريطانيا تعرف، لان بريطانيا اقوى منه وهو رايح اصلا عشان يهدد مصالحها. فلو عرفت ان الراجل ده رايح بالحمله الفرنسيه على مصر عشان يهدد مصالحها ويقطع طريق اتصالها بالهند، ما كانتش هتسيبه يوصل على مصر اساسا. علشان كده بريطانيا عرفت متاخر، كان وصل مصر اساسا وكان استولى على الاسكندريه. لكن ما سكتتش، هتبعت بريطانيا اسطول بقياده شخص اسمه نيلسون. اسمه ايه؟ نيلسون. ده قائد الاسطول البريطاني او قائد الاسطول الانجليزي. نيلسون ده هينجح ان هو يوصل الى منطقه ابي قير في الاسكندريه علشان تحصل معركه اسمها معركه ابي قير البحريه. معركه ايه؟ معركه ابي قير البحريه. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا نابليون لما وصل راح سايب جزء من الاسطول بتاعه على السواحل الشماليه بتاعت مصر عند مدينه الاسكندريه. نزل وراح سيطر على القاهره وخلص الكلام. وصل الاسطول الانجليزي لقى الاسطول الفرنسي واقف فين؟ واقف على منطقه ابي قير اللي هي عند الاسكندريه. راحت دارت معركه شديده قوي ما بينهم هما الاثنين. فاسطول سفن ضد اسطول سفن بيحاربوا في البحر، سميناها معركه ابي قير الايه؟ البحريه. يعني هما الاثنين بيحاربوا في البحر. فالاسطول الانجليزي بقياده نيلسون ضد الاسطول الفرنسي. اقول لك ان الاسطول الانجليزي هو اللي انتصر، لان انا قلت لك في البدايه ان بريطانيا اقوى من فرنسا. فانتصر الاسطول الانجليزي. هنا تبدا المشاكل بتاعه نابليون اللي انا قلت لك عليها في البدايه.
اي كارثه واي بلوى هتحصل لنابليون في مصر هتكون بسبب الاسطول الانجليزي اللي هيحاصر السواحل الشماليه بتاعت مصر. يبقى اذا كده الاسطول الانجليزي جه دمر الاسطول الفرنسي، والسواحل الشماليه بتاعت مصر اللي بتسيطر على البحر، اللي بتطل على البحر المتوسط ومنها لاوروبا، بقت تحت سيطره مين؟ بقت تحت سيطره الانجليز. بقت تحت سيطره مين؟ بقت تحت سيطره الانجليز. يبقى اذا نقول ان اهم نتيجه من نتائج المعركه رقم واحد حصار الانجليز اللي هو الاسطول البريطاني لسواحل مصر الشماليه. كل السواحل اللي بتطل على البحر الايه؟ على البحر المتوسط. هل ده حاجه كويسه ولا حاجه سيئه للحمله الفرنسيه؟ حاجه سيئه جدا. هي فرنسا دي فين؟ فرنسا في اوروبا. طب الحمله الفرنسيه اللي في مصر دي لما تطلب المساعده من فرنسا، فرنسا هتبعت لها المساعده فين؟ عن طريق البحر المتوسط. يبقى المساعده هتخش من البحر المتوسط تيجي على الشواطئ الشماليه بتاعت مصر وتخش مصر. طب هي المساعده كده مش هينفع تيجي، ليه؟ لان الاسطول الانجليزي قفل عليهم السواحل الايه؟ الشماليه. يبقى اول نتيجه بتترتب على حصار الاسطول الانجليزي رقم واحد قطع امدادات فرنسا للحمله. اي حاجه فرنسا، اي مساعده فرنسا عايز تبعتها للحمله مش هتوصل، لان الاسطول الانجليزي هيمنعها. فرنسا عايز تبعت حاجه للحمله ايه؟ مش هتوصل. تاني نتيجه مهمه جدا، اتنين القضاء على آمال فرنسا. قضت على آمال فرنسا في إن هي تفضل في مصر، وقضت على آمال فرنسا في إن هي تعمل مستعمرات في الشرق. ليه؟ لأن الأسطول يا باشا اللي أنت هتتحرك بيه تعمل بقى بيه مستعمرات وتعمل بيه فتوحات، الأسطول ده اتدمر خلاص مبقاش موجود. طيب ما تبعت فرنسا تجيب يا عم أسطول تاني، خلي فرنسا تبعت لك سفن تاني. هتبعت لي إزاي؟ ما هو أنا قلت لك مفيش أي إمدادات بتوصل، مفيش أي إمدادات إيه؟ بتوصل. يبقى أول حاجة لما كسب الانجليز حصروا السواحل الشماليه، ولما حصروا السواحل الشماليه ده ترتب عليه ايه؟ اترتب عليه ان كل الامدادات اللي فرنسا تبعتها للحمله وقف. ونتيجه لوقف كل الامدادات اللي هتبعتها فرنسا للحمله قضت على امال فرنسا في ان هي تفضل في مصر وان هي تعمل المستعمرات اللي كانت عايز تعملها في الشام. طيب ايه اللي حصل تاني؟ يبدا يحصل عندنا حاجه مهمه جدا. ركز بقى معايا في النقطه دي. رقم 3 شعور الجنود بأنهم محاصرون داخل مصر. ايه بقى المشكلة الكبيرة قوي دي؟ جنود الحملة الفرنسية اللي موجودين في مصر بدأوا يحسوا مش ان هم محتلين مصر، لا، ده بدأوا يحسوا ان مصر بقى بالنسبة لهم زي سجن. احنا دخلنا مصر واتقفل علينا، حتى لو عايزين نطلع مش عارفين. لان هيطلع ازاي؟ هيطلع عن طريق الاسطول اللي هو جاي بيه، الاسطول اللي جه بيه هو اللي هيروحه. فالاسطول اتدمر. ارجع عوم بقى، ده لو عرفت ترجع، لو عرفت اصلا تنزل البحر المتوسط من الاسطول البريطاني. فاذا الجنود الفرنسيين مصر خلاص اتقفلت عليهم. عايزين تقعدوا في مصر، هتقعدوا ازاي؟ ما هو مفيش امدادات، مفيش اي مساعدات جايه من فرنسا. طب هتمشي من مصر؟ تمشي ازاي يا باشا؟ ما الاسطول اتدمر واحنا قافلين عليك الطريق اللي انت هتمشي بيه. طيب هنعمل تجاره، طيب نبيع ونشتري مع الدول الثانيه؟ مفيش تجاره يا باشا، لان مفيش حاجه هتعدي من الاسطول الانجليزي. فده كانت النتيجه الرابعه، توقف حركه التجاره الخارجيه. اي حاجه مصر هتفكر تبيعها او يشتريها من الدول الثانيه مش هينفع، لان الاسطول الانجليزي مش هيعدي حاجه. فده كانت اللي حصل. فده بقى يقول لك ازاي المشاكل بدات من هنا. يبقى مفيش امدادات، فالجنود عايزين اكل. طب هنجيب لهم اكل منين؟ نبدا نسرق ونخطف من المصريين. تمام؟ مفيش امدادات، فعدد الجنود بتاع الحمله الفرنسيه بيقل. الجنود اللي بتموت بسبب المقاومه بتاعت الفرنسيين مش عارفين نجيب بدلهم، فعدد الجيش اللي احنا جايين بيه هيقل. الروح المعنويه بتاعت الجنود ذات نفسها زي الزفت، اللي جه مش عارف يرجع. فاهم ازاي؟ طيب حتى لو عايزين نبيع ونشتري عشان نجيب فلوس،
مفيش اي حاجه خالص. مصر بقى بالنسبه للحمله الفرنسيه كأن هو السجن واتقفل عليه. طيب مشاكل نابليون مش هتخلص لحد كده. نابليون وهو بيبعت الجيوش بتاعته عشان يسيطر على الصعيد، يسيطر على مصر كلها، هيلاقي مقاومه شديده جدا من اهالي الصعيد. اهالي الصعيد هيوروا نابليون زي ما بنقول كده النجوم في عز الظهر، هيبهدلوه ويمرمطوه اخر مرمطه. طب ليه فشل نابليون ان هو يخضع اهل الصعيد ويسيطر على اهل الصعيد؟ بسبب طول وادي النيل. النيل طويل قوي، واهل الصعيد بيقاوموا على النيل كله، فهو مش عارف يحاصرهم فين او يجي لهم منين، يزنقهم فين، مش عارف يعمل معاهم حاجه، مش عارف يلاقيهم. يدور عليهم في اخر وادي النيل يلاقيهم هم في الاول، يطلع لهم في الاول يلاقيهم في النص، ينزل لهم النص يلاقيهم بقوا في الاخر. فالنيل طويل، فالمساحه اللي احنا بنحارب فيها مساحه كبيره، عشان الجيش الفرنسي يقعد ينتشر في المكان ده كله مش هيعرف. يقعد ينتشر في المكان ده كله ايه؟ مش هيعرف. يبقى فشلت نابليون في ان هو يخضع اهالي الصعيد او يقضي على مقاومه اهل الصعيد بسبب طول وادي النيل، وبسبب كمان ان الصعيديين او المقاومه في اهالي الصعيد سواء كان اهالي الصعيد او من المماليك اعتمدوا على حرب اسمها حرب المناوشات والمعارك المتفرقه. يعني ايه؟ يعني مجموعه من الجنود الفرنسيين ماشيين، يقوم طالع عليهم شويه من المقاومين يقوموا مخلصين عليهم. ترجع الحمله الفرنسيه تدور على الناس اللي قتلت الجنود بتوعتها ما يلاقوهمش. شويه كده يختفوا شويه وبعد كده يطلعوا في حته ثانيه خالص يضربوا ضربتهم ويقتلوا شويه جنود ويختفوا. تروح تدور عليهم ما تلاقيهمش. فاصبحت الحمله الفرنسيه مش عارفه هي بتحارب مين، مش عارفه هي بتحارب امتى، مش عارفه الناس دي عددهم قد ايه، مش فاهمين اي حاجه. فاذا انا بكلمك عن شبح، احنا بنحارب شبح، مش عارفين نجيبهم بسبب طول وادي النيل، ومش عارفين نجيبهم لان هم ما بيظهروش كتير، ده بيظهروا ويختفوا، اللي هي حرب المناوشات وبنسميها المعارك المتفرقه. يبقى احنا كده اتعرفنا على اثنين من اشكال المقاومه اللي حصلت ضد الحمله الفرنسيه. اهالي الاسكندريه نابليون نجح ان هو يقضي عليهم، لكن ما نجحش يقضي على مين؟ ما نجحش يقضي على مقاومه اهالي الصعيد. فانت بقى ركز معايا عشان انا هقول لك معلومه دلوقتي هتلخص عليك الدنيا. ان نابليون هيواجه مقاومه 4 اشكال، يعني المصريين هيواجهوه 4 مرات في شكلهم المقاومه. المره الوحيده اللي المصريين فيها ينجحوا ان هم ينتصروا على الحمله الفرنسيه كانت هي اهل الصعيد اللي لسه بحكي لك عنها. اي مقاومه قبل كده الفرنسيين كسبوا، اي مقاومه بعد كده الفرنسيين برضو كسبوا. الوحيده اللي ما كسبوهاش هي مقاومه ايه؟ اهالي الصعيد. طيب احنا دلوقتي عمالين نتكلم عن الشمال فوق اسكندريه، الجنوب تحت اهل الصعيد، العاصمه بقى القاهره والمدن اللي موجوده في الوسط دي. ايه رايهم؟ هل هم موافقين على الحمله الفرنسيه ولا ايه؟ احنا لحد دلوقتي ما سمعناش صوت. طيب هقول لك ان المصريين في القاهره ما سكتوش، بداوا يعملوا ثوره بنسميها ثوره القاهره الاولى. ثوره الايه؟ القاهره الاولى. مركزها هيكون في الازهر الشريف. يعني الازهر هيبقى هو مركز الثوره، وهو اللي هتتحرك منه الثوره، وهتتنقل من القاهره للاقاليم المجاوره والمناطق المجاوره، هتبقى ثوره كبيره قوي. فانا طالما قلت لك ثوره القاهره الاولى، طالما قلت الاولى يبقى اكيد في ثوره القاهره الايه؟ الثانيه. مركزها فين ثوره القاهره الاولى؟ في الازهر الشريف. ايه سببها؟ نابليون عنده مشاكل. ايه هي المشاكل؟ ان مش عارف يجيب فلوس من التجاره، مش عارف يجيب فلوس او امدادات من فرنسا، مش عارف يساعد نفسه ولا يعمل اي حاجه، ولا قادر يكمل الطموحات اللي هو كان جاي علشانها. هو جاي يعمل مستعمره، لقى نفسه مفلس والجنود بتوعه بيقلوا، ولقى نفسه متحاصر من الاسطول الانجليزي. فبدا يعمل ايه؟ هيجمع الفلوس والمبالغ اللي هو محتاجها دي بقى بس من المصريين. مش قلت لك يبدا يخطط وياخد من المصريين عن طريق فرض ضرائب فادحه. فرض ضرائب ايه؟ فادحه. يعني بدا يفرض على المصريين ضرائب كتير جدا 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 جدا. في كل حاجه يفرض ضرائب، كل شويه يفرض ضرائب ضرائب ضرائب، والناس تعبانه، الناس عماله تدفع، الناس تعبانه، فزهق بقى الناس ايه؟ زهقت. فراحوا عاملين ثوره بنسميها ثوره القاهره الاولى اللي هي في الازهر الشريف. مش ضرائب وبس، ده بدا جنود نابليون يهجموا على البيوت ويسرقوها. تمام؟
وبدأ جنود نابليون عشان يمسكوا الناس اللي بتقاومهم يكسروا ويدمروا أبواب الحارات وأبواب البيوت. يعني كل حارة وكل شارع من الشوارع الصغيرة في القاهرة كان ليه باب بيتقفل عليه، ما بيخشوش إلا أهله. فالجنود الفرنسيين علشان يجروا على عناصر المقاومة كانوش بيفتحوا باب ولا يعملوا ده، كان أي باب بيقابلهم كانوا بيدمروه. فإذا بدأوا يقتحموا البيوت عشان يدوروا على الفلوس ويدوروا على الأموال. بدأوا إن هم يدمروا أبواب البيوت وأبواب الحارات، وبدأوا كمان إن هم يهدوا مباني كتيرة جدا كانت موجودة في القاهرة، منازل ومساجد وحاجات كتير قوي، بسبب حجة عبيطة قوي نابليون كان قايلها: إحنا بنحاول نحصن مدينة القاهرة. طب يا عم نابليون، أنت هتحصن مدينة القاهرة، يعني أنت هتدافع عن، أنت بتعمل حاجات تدافع عن القاهرة. طب يا باشا، أنت هتدافع عن القاهرة من مين لما أنت أصلا اللي محتلها؟ فاهم إزاي؟ يعني انا كواحد مصريين بنعمل حاجه ندافع عن القاهره، ماشي، ان القاهره بتاعتنا مش عايزين حد يحتلها. طب انت نابليون انت محتلنا اصلا، فبتهد البيوت والجوامع علشان تعمل تحصينات من مين؟ ما هو انت اللي محتلنا اصلا. انت فاهم ولا انت مش فاهم؟ فنابليون فرض ضرائب فادحه، والجنود بتوعه بداوا يقتحموا ويفتشوا البيوت عشان يدوروا على اي فلوس، اي مصادر، اي حاجه. وبداوا يهدوا ابواب البيوت وابواب الحارات علشان يدوروا على عناصر المقاومه. وبداوا كمان ان هم يهدوا البيوت ويهدوا المساجد بحجه تحصين القاهره. هنا قامت الثوره اللي بنسميها ثوره القاهره الاولى. لما قامت ثوره القاهره الاولى حصلت مشكله كبيره قوي ما بين المصريين والفرنسيين، ان اتقتل حاكم القاهره الفرنسي في الفتره ديت، كان اسمه دي بوي. كان اسمه ايه؟ دي بوي. يبقى اول حاجه من احداث الثوره هو قتل حاكم القاهره الفرنسي دي بوي. وفرنسا زعلت ان الراجل من عندها اتقتل، مش شايفه ان هي عماله تقتل في المصريين بالالاف، لا، زعلانين علشان واحد. الواحد ده مش عارفوا يعوضوه، فرنسا مش تبعت لهم بلاغ. طيب اتحصل ايه تاني؟ استخدمت فرنسا اساليب القمع والارهاب. فين بقى الكلام يا باشا بتاع عهد الامان؟ فين بقى انا جاي احميكم من المماليك؟ فين القصص بقى والحوارات والاشتغالات دي؟ مفيش اي حاجه من الكلام ده. فبدات تستخدم القمع والارهاب، بدات تخش ضد المتظاهرين وتقتلهم وتخليهم يسكتوا بقوه السلاح، تحاربهم بالسلاح. الناحيه الثانيه الاهالي ما معهاش سلاح. شفت الوضع ايام المماليك كان عامل ازاي؟ كان البطل هتلاقي معاه سيف. بدات فرنسا علشان توقف الثوره دخلت مركز الثوره اللي هو الجامع الازهر بالخيول. اقتحموا جامع الازهر بالجزم وبالخيول وكل حاجه بتاعتهم. فده اثار الشعور الديني عند المصريين، خلى المصريين يتضايقوا: انت ازاي بتيجي على الديانه بتاعتنا وبتقتحم الاماكن المقدسه بتاعتنا؟ فحصلت مشاكل كتير قوي. يبقى اسباب الثوره: ضرائب فادحه، اقتحام وتفتيش البيوت، تدمير ابواب الحارات، هدم مباني من القاهره بحجه تحسين القاهره. احداث الثوره: بدات الثوره مركزها الازهر الشريف، فاتقتل حاكم القاهره الفرنسي اللي اسمه دي بوي. استخدمت فرنسا اساليب القمع والارهاب لاخماد الثوره. ثالث سبب وهو دخول الازهر الشريف بالخيول فاثار الشعور الديني للمصريين. طيب ايه اللي ترتب على الثوره؟ اول حاجه ترتب على الثوره، وركز معايا تركيز مهم جدا في الاحداث دي، ان تم اعدام كثير من الاهالي. اعدام كتير من الايه؟ من الاهالي. والصور نفس الكلام اللي حصل مع حاكم الاسكندريه، بس هنا على اوسع شويه. هنا بقوا يمسكوا اي حد يشكوا فيه ان كان ليه علاقه بالثوره ويتم اعدامه. اي حد حتى لو شاف الثوره من بعيد كده بيتم ايه؟ بيتم اعدامه فورا. والحاجه اللي حصلت الثانيه المهمه قوي واللي موجوده عندنا، ان فرضوا غرامات ماليه. يعني احنا بنجمع ضرائب، لا احنا هنجمع غرامات كمان من العلماء ومن التجار ومن الناس دي كلها. احنا بقى تشوف الحمله الفرنسيه صرفت كام من الاسلحه والذخيره والجنود علشان تقتل الثوره ديت، ونفرضوا غرامات على العلماء وعلى التجار اللي عايشين. يبقى الحاجه الثانيه من النتائج اللي ترتبت على الثوره بعد اعدام الاهالي: 2، فرض غرامات على العلماء والتجار. فرض غرامات على مين ومين؟ على العلماء وعلى التجار. طيب ايه اللي حصل تاني؟
بدأ نابليون فعلا بقى بتحسين الايه؟ القاهرة. يعني خلاص بدأ بقى، ده مثلا كان بيهد شوية بيوت، بيهد شوية جوامع، لا أنا هحسن القاهرة بجد بقى. بس المرة دي هحسن القاهرة من مين؟ من المصريين بقى. علشان لو فكروا يعملوا أي ثورة تاني، فكروا يعملوا أي حاجة تاني في القاهرة، يبقى سهل إن أنا أحاصرهم وأقضي عليهم. ده كان اللي عايز يعمله مين؟ كان عايز يعمله نابليون بونابرت. يبقى نغني بقى الحتة دي عشان نبقى سهل إن إحنا نحفظها مع بعض. من أول حتة نابليون وصل على مدينة القاهرة. وصل نابليون القاهرة، وفي نفس اللحظة دي فبقير البحرية وصلت قوة إنجليزية من أجل طرد الحملة الفرنسية، وقائدها كان نيلسون. اتدمر أسطول الحملة الفرنسية، واتقطعت إمدادات فرنسا وقضت على الآمال. شعر الجنود إنهم في مصر محاصرين، وتوقفت حركة التجارة الخارجية. في شكل من أشكال المقاومة جديد، هو مقاومة أبناء الصعيد. تعبوا الحملة، وإيه الدليل؟ بسبب طول وادي النيل. وإيه هو سبب الانتصارات؟ بسبب حروب المناوشات. يبقى كان في شكل للمقاومة شديد، هو مقاومة أبناء الصعيد. وتعبوا الحملة، وإيه هو الدليل؟ بسبب طول وادي النيل. وقاوموا جدا، وأهل الصعيد يا شباب هم المنتصرين. طيب أسباب الانتصارات هي حروب المناوشات. طيب بقى، سألتك عن دور المماليك صح، وعرفتك المماليك عملوا إيه وإزاي إن هم اتهزموا. جه الدور بقى إن أنا أسألك عن الدولة العثمانية. الدولة الإيه؟ العثمانية. فين الدولة العثمانية بقى من كل القصة دي؟ الدولة العثمانية هنا بدأت إن هي تتحالف مع روسيا، مقابل إن هم دلوقتي يبعتوا كذا حملة على مصر علشان تطرد الحملة الفرنسية. يبقى قول لي كده، الدولة العثمانية تتحالف مع اتنين مهمين قوي. واحدة هي انجلترا وروسيا، بهدف قلت لك طرد الحملة الفرنسية من مصر. هيعملوا ايه؟ هيقرروا ان هم يتعاونوا مع بعض ويبعتوا على مصر حملتين. يعني حملتين يعني جيشين، بس الجيشين مش هيجوا مع بعض، كل جيش منهم هيجي من اتجاه. في جيش منهم هيكون بري، وده هيجي عن طريق الشام اللي هي دلوقتي بنسميها سوريا ولبنان وفلسطين. يبقى اول جيش هيشتركوا الثلاثه فيه البري اللي جاي عن طريق ايه؟ الشام. الثاني هيكون بحري، وده هيجي عن طريق جزيره رودس اللي في البحر المتوسط. وده سهل يجي من البحر المتوسط لان كده كده الاسطول الانجليزي تبعنا ومحاصر السواحل الايه؟ الشمال. طيب يبقى اذا الجيش ده بري هيجي عن طريق الشام، والحمله الثانيه البحريه هتيجي عن طريق جزيره رودس اللي موجوده في البحر المتوسط. نابليون وصل له الخبر، وهيبدا ان هو يفكر ازاي يواجه الجيشين، لان هو دلوقتي ما معهوش الا جيش واحد بس في مصر، لازم وغصب عنه يواجه الجيشين، لان فرنسا مش تبعت له حاجه، مش هتقدر تبعت له حاجه علشان السواحل الشماليه متحاصره. فهيبدا نابليون يفكر اول حاجه، اول انا هطلع اواجه الحمله البريه. هشوف الحمله البريه اللي جايه من الشام دي، هاخد الجيوش بتاعتي واطلع على طول. طيب في طريق نابليون هيستولى على مدينتين، هما العريش وغزه. العريش وايه؟ وغزه. وهنضيف للمدن اللي نابليون هيستولى عليها ونكتبها بلون مختلف علشان هيكون التعامل معاها مختلف. اسمها مدينه يافا. اسمها مدينه ايه؟ يافا. ايه اللي حصل في يافا؟ نابليون لما جه يدخل يافا، يافا ما استسلمتش. اهلها قاوموا نابليون مقاومه شديده، لكن نجح ان هو يعمل حصار على المدينه. نجح ان هو ايه؟ يعمل حصار. الحصار ده يعني ايه؟ يعني هيقفل على المدينه اكل وشرب وكل حاجه، فالناس اللي جوه كده هتموت من الجوع. فلما حاصر المدينه اضطرت المدينه ان هي تستسلم، لكن استسلمت بشروط. استسلمت بايه؟ بشروط.
ان نابليون اداهم برضو عهد امان. عهد ايه؟ امان، نفس عهد الامان بالظبط اللي اداه للمصريين. هل هو التزم بيه مع المصريين؟ ما التزمش، يبقى طبيعي مش هيلتزم بيه مع اهل يافا. واول ما المدينه تفتح بابها لنابليون ونابليون يدخل المدينه ويتاكد خلاص ان هو سيطر على المدينه، هيصدر قرار باعدام كل افراد الحاميه بتاعت المدينه. كل افراد الحاميه، كل الناس بتوع الجيش بحاكم المدينه، اي حد كان بيقاوم الحمله الفرنسيه اصدر نابليون ضده قرار الاعدام. الموضوع ده يا جماعه كان مذبحه، نابليون قتل في الموضوع ده وفي يافا دي ناس كتير قوي. علشان كده بتتسجل يافا في التاريخ عندنا بانها اسمها مذبحه يافا البشريه. يعني الراجل ذبح ناس كتير جدا، يعني عدد لا مستحيل من الناس، عدد كبير قوي. فاذا يبقى نابليون رايح فين؟ رايح يواجه الحمله البريه اللي بعتتها الدوله العثمانيه وانجلترا وروسيا على مصر، اللي جايه عن طريق الشام. وهو خارج في طريقه من مصر خد في سكته واستولى على العريش واستولى على غزه. لما وصل يافا اهل المدينه ما استسلموش بسهوله، حاصر المدينه. لما حاصر المدينه اهلها استسلموا، لكن شرطه ايه؟ شرط ان هو اداهم عهد امان، يعني مش يجي جنبهم، لكن بيغدر بيهم طبعا. وبعد ما بيدخل المدينه بيصدر قرار باعدام كل حاميتها العسكريه. فنتيجه المجزره اللي حصلت ديت سميناها مذبحه يافا البشريه. مذبحه ايه؟ يافا البشريه. الدور على مدينه مين في الطريق؟ الدور على المدينه اللي بعدها على طول، اسمها مدينه عكا. اسمها مدينه ايه؟ عكا. مدينه عكا لما تشوف اللي حصل في العريش وغزه ويافا، وبالذات يافا، هتعمل ايه؟ انا دلوقتي شخص لو قاومتك وانتصرت عليا هتموتني، استسلمت ليك هتموتني برضه، فانا في الحالتين ميت. فانا هعمل ايه؟ هقاومك بقى، واللي يحصل يحصل، اموت على الاقل اموت بشرف، اموت وانا بحارب بدل ما استسلم وتيجي تقتلني وخلاص. فده بالظبط اللي عمله اهل عكا، هم كده كده ميتين، فهنقاوم وزي ما تيجي تيجي. فاهل عكا هيقاوموا مقاومه شديده قوي 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 مش هنشوف زيها. فعلشان كده هنقول ان فشل نابليون في دخول عكا. طب انا ليه ما قلتلكش ان فشل نابليون في دخول عكا؟ المقاومه هي اللي كسبت. انا كنت بكلمك من شويه عن المقاومه في مصر، لكن دي خارج مصر. ففشل نابليون في دخول عكا. ايه الاسباب؟ رقم واحد، استبسال اهلها في المقاومه بقياده حاكم المدينه اللي كان اسمه احمد باشا الجزار. احمد باشا الجزار ومعاه اهل عكا استبسلوا في المقاومه. يعني ايه استبسلوا في المقاومه؟ يعني قاوموا بكل ما عندهم، عملوا المستحيل، عملوا اللي يقدروا عليه واللي ما يقدروش عليه. يبقى اول حاجه تخلي نابليون يفشل في دخول عكا هو استبسال اهلها بقياده احمد باشا الجزار. استبسال يعني شجاعه بشكل جامد قوي. والسبب الثاني اللي هيخلي اهل عكا ينتصروا بسبب مساعدات الاسطول البريطاني. الاسطول الانجليزي اللي في البحر المتوسط، عكا بتبص على البحر المتوسط، فالاسطول كده كده مسيطر على البحر المتوسط، وعكا على البحر المتوسط، وانجلترا والدوله العثمانيه دلوقتي حبايب. فبدات انجلترا تساعد اهل عكا على مقاومه الفرنسيين ونجحت في كده. يعني اهل عكا نجحوا بسببين: بسبب المقاومه الشديده قوي من اهلها بقياده احمد باشا الجزار، وبسبب المساعدات اللي اتقدمت لهم من الاسطول الايه؟ من الاسطول البريطاني. علشان كده نقدر نقول ان حمله نابليون على الشام عشان يضرب الحمله البريه، الحمله دي فشلت. الحمله دي فشلت ليه؟ بسبب فشل نابليون في دخول عكا. طب بعد ما عرفتش اخش عكا هعمل ايه؟ ما هو نابليون مش هينفع يتقدم ويخلي عكا وراه من غير ما يسيطر عليها، لان هو لو ما سيطرش عليها اول ما هيديهم ظهره هيخرجوا من وراه يقوموا مخلصين عليه. فنابليون وقف عند عكا، فشل، رجع تاني. راح راجع تاني على فين؟ راجع تاني على مصر. في نفس الوقت اللي نابليون راجع فيه من الشام وصل الحمله الثانيه اللي هي الحمله البحريه. وصلت برضو الى منطقه اسمها منطقه ابيقير. اسمها منطقه ايه؟
ابيقير، هي المنطقه اللي حصل فيها معركه ابيقير البحريه، لكن المره دي هتكون معركه بريه. ليه بريه؟ نابليون يا شباب مش هيقدر يدخل معركه حربيه معركه بحريه تاني، ما معهوش اسطول، ما معهوش ايه؟ اسطول. فعشان كده الاسطول بتاعه اتدمر في البحريه، فالثانيه هتكون بريه في معركه ابيقير الايه؟ البريه. المره الاولانيه الاسطول الفرنسي ضد الاسطول الانجليزي، المره الثانيه الاسطول الفرنسي ضد الدوله العثمانيه، المره الثانيه الجيش الفرنسي ضد الدوله الايه؟ العثمانيه. لكن طبعا فرنسا بتنتصر على الدوله العثمانيه. يبقى النتائج المترتبه على معركه ابيقير البريه هي انتصار فرنسا على الدوله العثمانيه. نابليون قدر ان هو ينتصر وقدر ان هو يهزم الدوله العثمانيه. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ بتحصل مشاكل في فرنسا، في اوروبا هناك بقى خالص. بتبدا الدول الاوروبيه كلها تتحد علشان تحارب فرنسا، عايز تضرب فرنسا. فالقائد بتاع فرنسا في الفتره ديت اللي هو نابليون بونابرت كان موجود في مصر. فطبعا فرنسا في الفتره دي اهم من مصر، يعني هو مش هيقعد في مصر طبعا ويسيب فرنسا تتقلب، لا، يرجع على فرنسا يشوف ايه المشكله ويحاول ان هو يحلها. فاضطر نابليون بعد لما قضى على الجيش العثماني في معركه ابيقير البريه، اضطر ان هو يسافر لفرنسا في السر. يعني نابليون ترك الحمله في مصر سرا واتجه على فرنسا. رجع على فين؟ رجع على فرنسا. طب مين هيبقى قائد الحمله الفرنسيه في مصر بعد نابليون؟ هيمسك قياده الحمله شخص اسمه كليبر. شخص اسمه ايه؟ كليبر. كليبر هيبقى هو قائد الحمله الفرنسيه بعد نابليون. طيب كليبر هيعمل ايه؟ كليبر دلوقتي هو قائد الحمله، بس كليبر هنا بقى عكس نابليون شويه. ليه؟ كليبر بقى راجل واقعي، شايف الواقع صح. ايه هو الواقع؟ الواقع يا باشا ان مستحيل الحمله دي تكمل في مصر. يعني مهما احنا فرنسيين عملنا علشان نخلي الحمله تقعد في مصر مستحيل، مش هنقدر. طب مش هتقدر ليه يا عم كليبر؟ انا عندي كذا سبب يخلوني ما اقدرش اكمل في مصر. اول حاجه، عدد جنود الحمله في تناقص مستمر. يعني كل شويه تحصل حاجه يموت منها جنود من بتوع الحمله، مش عارفين نعوضهم، مش عارفين نجيب بدلها. فهنوصل علينا وقت من الاوقات كل الجنود هتموت. فانا الحق نفسي بالناس اللي معايا وامشي من مصر. ده اول حاجه. يبقى ايه؟ تناقص المستمر في عدد جنود الحمله، ده اول سبب. السبب الثاني اللي هيخلي كليبر ما يبقاش عايز يقعد في مصر هو ارسال الدوله العثمانيه حمله جديده. الدوله العثمانيه بدات لسه بتبعت في حملات جديده جايه على مصر عشان تطرد الفرنسيين. السبب الثالث هو تجدد ثورات المصريين. المصريين كل شويه عمالين يعملوا في ثورات ضد الفرنسيين. السبب الرابع برضو ان اهل الصعيد عمالين برضو يقاوموا مقاومه شديده جدا، وعدد الجنود بيبدا ان هو يقل. يبقى اذا المماليك رجعوا المقاومه، تجدد المقاومه من المماليك، تجدد الثورات من المصريين، ثورات كتير قوي، ارسال الدوله العثمانيه حمله جديده على مصر، التناقص المستمر في اعداد الجنود. فهو قدامه الاربع اسباب دول يوضحوا للاعمى ان انت ما ينفعش تكمل. انت حتى لو عايز تكمل مش هتعرف. الناس كلها الضربات بتجيلك من كل حته، جنودك بتقل، الدوله العثمانيه عماله تبعت لك في حملات، جوه المماليك بيقاوموا، والمصريين عمالين يعملوا في ثورات. مش هينفع تروح. علشان كده كليبر بيوصل لحل وسط. ايه هو؟ هتفق مع الدوله العثمانيه اتفاق. انت يا دوله عثمانيه عايزه، مش انت عايزه مصر، انا هسلم لك مصر. ايه المقابل؟ كليبر اكيد مش هيسلم مصر للدوله العثمانيه ببلاش، لا، في مقابل. ايه هو المقابل يا عم كليبر؟ المقابل كالاتي: ان انا والجنود بتوعي نخرج من مصر على نفقه الدوله العثمانيه. يعني الاتفاق كالاتي: تنازل كليبر لمصر عن الدوله العثمانيه يبقى تنازل عن مصر للدوله العثمانيه. المقابل خروج كل الحمله الفرنسيه من مصر على نفقه الدوله العثمانيه. يعني نشوف الخروج ده هيتكلف ايه، والدوله العثمانيه تجيب لنا سفن من عندها، ونشوف كل التكاليف دي واللي تدفعها الدوله العثمانيه. اي حاجه محتاجينها، اي فلوس هنحتاجها، الدوله العثمانيه هي اللي تدفع. في اتفاقيه كانت مشهوره جدا اسمها اتفاقيه العريش. اسمها اتفاقيه الايه؟ العريش. يبقى الطرفين الاتفاقيه كالاتي: كليبر الدوله العثمانيه،
الاتفاق على ايه؟ الاتفاق على خروج كل الحمله الفرنسيه من مصر على نفقه الدوله العثمانيه. انا شايف ان هو حل ينفع الطرفين. يعني كليبر عايز يمشي والدوله العثمانيه عايزه مصر، هتمشيه وتاخد هي مصر. الدوله العثمانيه هتوافق وكليبر هيوافق، لكن للاسف الاتفاقيه مش تكمل. ليه الاتفاقيه مش تكمل؟ لان لازم عشان الاتفاقيه تكمل الاسطول اللي محاصر البحر المتوسط بتاع الانجليز ده يوافق ان الناس دي تعدي. يعني احنا هنبعت الاسطول عثماني ياخد الناس دي، بس الناس دي هتعدي ازاي من الاسطول اللي زانقهم في مصر ومحاصر سواحل مصر الشماليه؟ فبالفعل الحكومه البريطانيه بترفض الشروط ديت خالص، وبتطلب من كليبر ان هو يستسلم هو وكل الحمله الفرنسيه اللي موجودين معاه. انتوا لازم تستسلموا، مش ينفع تخرجوا من مصر خروج عادي كده، لا ماشي استسلم. فكليبر هيرفض، وبعد ما هيكون سمح القوات العثمانيه ان هي تدخل مدينه القاهره هيقوم مهاجمهم وضاربهم ورجعهم تاني على الشام. يبقى اتفاقيه العريش نجحت ولا فشلت؟ فشلت اتفاقيه العريش بسبب رفض الحكومه البريطانيه الاتفاق ومطالبتهم بالاستسلام الجنود الفرنسيين واستسلام الحمله الفرنسيه. بيرفض كليبر وبيضرب القوات العثمانيه في القاهره وبيرجعها تاني على الشام. المصريين في الاحداث دي مش هيسكتوا، هيعترضوا على الاحداث بان هم هيعملوا ثوره اسمها ثوره القاهره الثانيه. يبقى احنا كده عندنا 4 اشكال من اشكال المقاومه عملها الفرنسيين. الاسكندريه، قصدي المصريين، الاسكندريه انتصر الفرنسيين. ثوره القاهره الاولى انتصر الفرنسيين. ثوره القاهره الثانيه هينتصر الفرنسيين. مقاومه اهالي الصعيد، اهل الصعيد هم اللي انتصروا والمصريين هم اللي انتصروا. فالثلاث اشكال الفرنسيين كسبوا، لكن الشكل الرابع والوحيد المصريين هم اللي كسبوا. طيب قامت ثوره القاهره الثانيه. المره دي مركزها مش الازهر، المره دي مركزها حي مشهور جدا اسمه حي بولاق. اسمه ايه؟ حي بولاق. ظهر عندنا هنا زعيم للثوره شخص اسمه السيد عمر مكرم. السيد ايه؟ عمر مكرم. هتبدا الثوره في القاهره في حي بولاق، وهتنتشر في القاهره كلها وفي كل الاقاليم والمدن المجاوره للقاهره، وهتبقى ثوره كبيره. كليبر برضه هيبدا ان هو يخمد الثوره دي ويهد الثوره دي كلها. هيخمدها برضه بالقمع والارهاب وبالسلاح وان هو يموت الناس، نفس اللي حصل. وكمان هيبدا كليبر ايه؟ ان هو يزود ضرائب اكتر. كل ما تعملوا ثوره كل ما نعمل ضرائب اكتر. ثوره ضرائب اكتر، ونصادر الاموال. شوف مين الناس اللي معاها فلوس ونروح ناخد الفلوس بتاعتها كده منها كلها من غير اي سبب. يبقى اول حاجه هيخمد الثوره ديت وهيدمر حي بولاق، ان دخل الازهر بالخيول في الاولى. تانية هيدمر حي بولاق. يا جماعه كليبر هيوصل لدرجه ان هو هيخلي المدافع فوق الجبل تضرب حي بولاق، يعني الناس الدنيا هتمطر عليهم مدافع. فهيدمر حي بولاق. كل ده اساليب الارهاب. ثم يجي بعد كده ان هو يفرض ضرائب كبيره جدا على المصريين. يعني الارهاب بدا من عندهم هم اساسا عشان بيجوا يتهموا الدول الثانيه دي. طيب كليبر مش هيسلم، الموضوع ده مش هيعدي السهل. يعني يا عم ماشي، دمرت الحي بولاق جدع، فرضت ضرائب خلاص وصدرت الاموال ماشي، جدع اللي كان. في يوم من الايام وهو كليبر بيتمشى في الحديقه بتاعه القصر بتاعه اللي هو في مصر اصلا، اللي هي ارض سريعها، جنب السور كده معدي طالب سوري كان بيدرس في الازهر اسمه سليمان الحلبي. يعني تخيل معايا المشهد كده، كليبر بيتمشى في القصر، الناحيه الثانيه من السور شخص اسمه سليمان الحلبي لمح ايه؟ كليبر. طبعا بعد المشاكل اللي عاملها كليبر دي اكيد الناس كلها بتكره. فراح الشاب السوري ده اللي كان بيدرس في الازهر في مصر طالع فوق السور ومعاه خنجره وراح غازز بيه كليبر، قتل كليبر. طبعا هيتحكم على سليمان الحلبي ده بالاعدام بطريقه سيئه جدا، هبقول لكم عليها في مره ثانيه عشان مش هينفع ده. فهنا اتقتل كليبر على يد شخص اسمه سليمان الحلبي. اسمه ايه؟ سليمان الحلبي. سليمان الحلبي ده كان مين؟ ده طالب سوري جاي من سوريا بيدرس في الازهر الشريف اللي موجود هنا في مصر. هو اللي قتل كليبر وخلص عليه. طيب عايزين قائد جديد بقى للحمله، هنختار شخص جديد اسمه مينو. بس قبل ما بنوصل عند مينو ده عايزين نغني الحته اللي فاتت دي عشان نبقى سهل نحفظها مع بعض. كليبر مسك الحمله الفرنسيه، كان بيواجه مشاكل كتيره شويه،
عدد الجنود قليل بسبب الحروب الداخلية والخارجية، وارسل حملة جديدة من الدولة العثمانية، تجدد ثورات المصريين، تجدد مقاومة المماليك. وعلشان خلاص الأمل مفيش، قام عقد كليبر اتفاقية العريش، وعمل معاهدة هي خروج كل الحملة الفرنسية على نفقة الدولة العثمانية. لكن فشلت الاتفاقية دي بسبب اعتراض الحكومة الإنجليزية، وطلبت من الفرنسيين الاستسلام في الحال. راح قايم كليبر وضرب العثمانيين، رجعهم إلى الشام، رجعهم للشام جري. بعد كده مسك الحملة الفرنسية عندنا قائد مهم جدا اسمه مينو. اسمه إيه؟ مينو. مينو ده بقى كان عنده احلام كبيره شويه، اكبر منه واكبر من الحمله الفرنسيه ذات نفسها. وكل المشاكل اللي انا بحكيها لك دي يا جدعان، مينو هيقرر البقاء في مصر. مينو هيقرر ايه؟ البقاء في مصر. يبقى القائد الثالث للحمله الفرنسيه هو مينو. نابليون كان عايز يحول مصر لمستعمره. كليبر كان عايز يمشي من مصر. مينو عايز يقعد في مصر برضه ويحولها لمستعمره. يعني اتنين مستعمره، نابليون ومينو، واحد عايز يمشي اللي هو مين؟ اللي هو كليبر. فضل عايز يحول مصر لمستعمره فرنسيه، وبدأ يعمل إصلاحات في مجالات الصحة، مجالات التعليم، في الزراعة، في الصناعة، في كل الكلام ده، ويحط خطط ويبدأ إن هو يحلم ويظبط القضاء. يا عم أنت ما عندكش إمكانيات تقعد أصلا، بس هو بيحلم. يبقى إذا فكر مين وقرر إن هو يبقى في مصر ويحول مصر لمستعمرة فرنسية، وحط خطة إصلاحية في كل المجالات، زي الصحة، زي التعليم، زي القضاء، زي الصناعة، زي إيه؟ زي الزراعة. لكن الإنجلترا ومع الدولة العثمانية وكل الناس دي بتتحالف ضده، وبتبعت اسطول تاني على منطقة ابو قير وعلى منطقة مصر. وفي فترة جميلة جدا. في الفترة دي بقى هنا فرنسا ما بتقدرش ان هي تقاوم خلاص، وبيضطر فعلا مينو ان هو يستسلم. ولما مينو بيستسلم بيخرجوا من مصر مستسلمين، تستسلم الحملة الفرنسية وبتخرج من مصر. مكان من الاول كان كليبر خرج من مصر مستسلم وخلاص، ما كانوش بعتوا حملة تاني. لكن هنقول ايه؟ كل واحد فكر ان هو صح. لكن الحملة الفرنسية كان ليها آثار أثرت على مصر. يعني حتى بعد الحملة الفرنسية لما خرجت كان ليها آثار مهمة جدا فضلت موجودة في مصر حتى بعد الحملة دي ما خرجت. أول حاجة إن الحملة الفرنسية أثرت على الروح القومية عند المصريين. يعني إيه؟ يعني المصريين ما كانوش بيقاوموا الحملة الفرنسية. لا، ما كانوش بيقاوموا أصل المماليك، ما كانوش بيقاوموا العثمانيين. يعني كانوا بيتعرضوا للظلم والاضطهاد وفساد وكل حاجة وكانوا ساكتين. لكن اول مره يعرفوا ان هم يقاوموا ويعرفوا ان هم يعترضوا، والاوضاع لو مش عاجباهم يغيروها، ولو ما اتغيرتش بالذوق تتغير بالعافيه، ده كان ايام الحمله الفرنسيه. يبقى اول حاجه من الدلائل ومن الاثار الايجابيه للحمله الفرنسيه هو نمو الروح القوميه لدى المصريين. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان نبهت الدول الاوروبيه لاهميه موقع مصر الجغرافي. يعني ايه؟ يعني الدول الاوروبيه كان كل همها ان هي تعدي من مصر توصل الهند، ولا واخده بالها من مصر، ولا يهمها مصر ولا اي حاجه. طالما مصالحنا عديه ومصالحنا ماشيه مش مهم. لكن نبدا ناخد من مصر، نبدا ناخد بالنا من مصر ان هي موقعها قد ايه مهم، وان الدوله دي لو اتضرت مصالحنا كلها هتقف. ده اللي خلتنا نفكر فيه وناخد بالنا منه الحمله الفرنسيه. لما الحمله الفرنسيه سيطرت على مصر ووقفت كل المصالح، الدول الاوروبيه قال لك اوبا، ده مصر دي كده مهمه، ده اللي يسيطر عليها يقدر يخرب بيت الدول الثانيه، يقدر يدمر العالم الثاني. ليه؟ هيقطع الطريق الاتصال بتاعهم وطريق التجاره بتاعتهم في الفتره دي. يبقى الثاني الاثر بتاع الحمله الفرنسيه ان هي نبهت الدول الاوروبيه لاهميه موقع مصر. وعمل نابليون ايه؟ عمل نابليون دواوين زي الديوان العام ودواوين الاقاليم وزي كل دواوين كتيره جدا. ايه الدواوين دي؟ دواوين دي زي مجالس كده بنستشير فيها بعض وبناخد راينا. يعني مثلا عايز يعمل قرار يجمع الناس، ايه رايكم القرار كذا، القرار كذا، القرار، الناس توافق عليه، ناس تقدم له اقتراحات. فهي بتقول يعني نظام الحكم بالمشوره، نستشير بعضينا. فالهدف منها ان هو يدرب العلماء ويدرب الاعيان والمشايخ في الفتره ديت على نظام مجالس المشوره، عشان المصريين يعرفوا يعني ايه شورى ويعني ايه حكم بالمشوره، بدل ما هم مقضيين طول حياتهم كده حكم مستبد، شخص يجي يحكمهم غصب عنهم. لا،
مفيش الكلام ده. ده المصريين بعد كده مفيش حد يحكمهم غصب عنهم. ليه؟ ليه؟ لان الروح القوميه نمت ايام الحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه ظهرت روح قوميه. بقى احنا بعد كده يا باشا بعد الحمله الفرنسيه ما تمشي، الحاكم اللي على مزاجنا هو اللي يحكم، واللي مش على مزاجنا نشيله. يبقى ده الروح القوميه، وده الحياه السياسيه والحكم بالمشوره اللي هيدربه الحمله الفرنسيه. لما نشوف بعد كده المصريين هم بيختاروا محمد علي وبيعزلوا سواء كان خسروا او خورشيد، يعني شوف بنعين واحد وبنعزل ناس تانيين. الكلام ده قبل الحمله الفرنسيه ما كناش نعرف عنه. كان المماليك تيجي وتمشي، الدوله العثمانيه تيجي وتمشي من غير ما نعرف حاجه ولا يهمنا. لكن احنا هنختار بسبب ان الروح القوميه والوعي القومي كبر بسبب الحمله الفرنسيه، واتدربنا خلاص على مجالس المشوره ودواوين الاقاليم والديوان العام وديوان القاهره والحاجات دي كلها. فاحنا اتدربنا خلاص على نظام الحكم بالمشوره والاخذ بالراي، ناخد راي بعضينا في اللي يرجع بالخير علينا. يعني نشوف ايه اللي يدينا خير اكتر وايه اللي يميزنا اكتر وناخد راي بعضنا فيه. من ضمن الاثار برضو بتاعت الحمله الفرنسيه ان الحمله الفرنسيه والعلماء اللي جابتهم على مصر بيعملوا لنا موسوعه مهمه جدا اسمها موسوعه وصف مصر. كتاب وصف مصر دوت بيسجل مصر في الفتره ديت تسجيل اكنك كنت عايش معاها. كل حاجه موجوده في مصر هتلاقيها مكتوبه، بيوصف مصر كلها، عامل زي ما يكون قدامك شخص بتوصفه كله. فموسوعه وصف مصر بيعملوا لنا حاجه اسمها المجمع العلمي. المجمع العلمي ده بيبقى فيه كتب، بيبقى فيه علوم، بيبقى فيه تدريس، بيبقى فيه حاجات كتير قوي. فالمجمع العلمي دوت خلى العلوم في مصر تتطور كتير في ايام الحمله الفرنسيه، غير المماليك والعثمانيين اللي مصر كانت جامده متخلفه في مكانها. بيبدا كمان، والاكتشاف المهم جدا ويعتبر اعظم اكتشاف في التاريخ حصل كان ايام الحمله الفرنسيه. طب ايه هو اعظم اكتشاف في التاريخ ده يا باشا؟ اكتشاف حجر رشيد. اكتشاف حجر رشيد. احد الجنود الفرنسيين وهو ماشي بالصدفه اكتشف حجر مكتوب على الحجر ده كتابات غريبه بثلاث لغات مختلفه. فجاب الحجر ده لعالم تاني اسمه شامبليون، فرنسي برضه، عالم اسمه ايه؟ شامبليون. شامبليون ده درس الحجر وعرف ان هو يفك الرموز اللي مكتوب عليه. اتاري اللي مكتوب عليه دوت كتابه اسمها الكتابه الهيروغليفيه. الكتابه الايه؟ الهيروغليفيه. ولما عرفنا نقرا الكتابه الهيروغليفيه اكتشفنا ان كان في حاجه اسمها الحضاره المصريه القديمه. يعني النقطه دي فاصل في الزمن. قبل حجر رشيد وقبل شامبليون ما يعرفنا ايه ده، ما كناش نعرف يعني ايه اهرامات، مين اللي بنى الاهرامات، مين اللي عمل المعابد، الاثار دي بتاعت مين. عباره عن حجاره ما نعرفش عنها اي حاجه، لان مكتوب عليها كتابه احنا مش عارفين نقراها. يبقى الحضاره المصريه القديمه ما كناش نعرف عنها حاجه، ولا نعرف يعني ايه فراعنه، ولا نعرف يعني ايه مصريين قدماء، ولا معابد، ولا مقابر. الحاجات دي موجوده قدامنا، بس موجوده عباره عن ايه؟ حجاره، مش فاهمين عنها حاجه، مش عارفين مين ده، تمثال مين ده، ما نعرفش ده كان ايه، موجود امتى، طب مين اللي عمل الحاجات دي اصلا، ما نعرفش اي حاجه. بعد لما شامبليون فك الرموز بتاعت حجر رشيد عرفنا نقرا الكلام اللي مكتوب على الحاجات ديت، وعرفنا بقى التاريخ اللي احنا بنتكلم عنه عن الحضاره المصريه القديمه والدوله القديمه والدوله الحديثه والدوله الوسطى والحاجات اللي انت سمعت عنها دي كلها. يبقى حجر رشيد والحمله الفرنسيه هو بيرجع لهم الفضل في اكتشاف الحضاره المصريه القديمه او معرفه الحضاره المصريه القديمه. برضه الحمله قدمت اصلاحات في مجال الزراعه، بدات تعمل مشروعات ري جديده، في الصناعه بدات تعمل مصانع جديده، في الصحه بدات تعمل لنا حاجه اسمها محاجر صحيه. انت اكيد كنت عايش في الايام اللي فاتت بتاع الكورونا في سنه 2020. يعني كان اللي بيعيا كان بيخش حاجه اسمها الحجر. حجر يعني ايه؟ يعني بيتعزل عن الناس لحد ما يبقى كويس يخرج. طب هو بيتعزل ليه؟ علشان هو لو خرج هيعدي الناس والمرض هينتشر. فبرضه الحمله الفرنسيه عملت المحاجر دي، كان اول ما يظهر امراض كانت الناس تتعزل في المحاجر دي لحد ما يتم علاجها وتصفى. فالمحاجر الصحيه كانت اول مره تظهر في مصر، ظهرت ايام الحمله الفرنسيه. وده كان درس الحمله الفرنسيه على مصر. الدروس هتلاقيها على قناه اليوتيوب، الدروس الجايه هتنزل على اليوتيوب. تابع معايا على خلال جروب الواتساب، هنتواصل مع بعضينا، اقدر تكلمني واحل لك مشاكلك بشكل مباشر، ونحل ونتابع مع بعضينا في كل حاجه. انا مستر كريم عز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.